السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج لعيب مع أحمد الغريب. كرة القدم هي أروع عرض وفستيفال على وجه الأرض. هذه هي دنيتنا، هذه هي حياتنا. الألفاظ تغيب والكلمات لا توجد. أنا تولدت باش نكون فيه، غيري جاءوا بساقيهم، لكن كنا مرتبطين ببعضنا. نحن نؤمن أن أسرة واحدة، عائلة واحدة. إذا ما توافقنيش في اللوعة والقلق والحسرة، الخيبة والفرح، النجاح والأمل والأحلام، لكن هي لحظة عندما تكلل فيها الشهود بالنجاح يغمرنا الشعور لا تصفه الكلمات. لكن هذا ليس بالخيال، إنه الواقع، واقعنا نحن. ميادين الكرة حقيقية، نشعر بنبضها، نحس بكورتها، نحسها في كل لحظة. أبطالنا أبطال الجلد المدور ومبدع الساحرة المستديرة. أهلا بكم في أولى حلقات برنامج لعيب. حلقتنا النهاردة بعنوان الرقصة الأخيرة. طبعا العنوان بيدل إن احنا هنتكلم عن لاعبين آخر مونديال ليهم هو مونديال قطر، لعيبة صنعوا تاريخ كرة القدم وهيكون آخر مونديال ليهم هو المونديال ده. أساطير هيفتقدهم كأس العالم بعد كده، أمثال ليونيل ميسي البولجا وكريستيانو رونالدو الدون، ولاعيبة تانية زي روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيما، لوكا مودريتش ونيمار وداني ألفيش وبيل، وكمان سواريز العضاد وكافاني. مجموعات كأس العالم 32 منتخب، 8 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق ومشاركة 4 منتخبات عربية، نتمنى لهم التوفيق. المجموعة الأولى فيها قطر، الإكوادور، السنغال وهولندا. النادي القطري مستضيف البطولة واللي بيشارك لأول مرة في المونديال هيستضيف الإكوادور في أولى مباريات البطولة على استاد البيت. نيجي بقى لأسود الترنجة، المنتخب السنغالي بقيادة ساديو ماني، أحسن لاعب في القارة، المنتخب اللي علم علينا السنة اللي فاتت في كل حاجة. هيقابلوا الطواحين الهولندية وصيف نسخة 2010 بقيادة فان دايك. ونيجي للتوقعات. توقعاتي تصدر المجموعة هيكون للمنتخب الهولندي، والمركز الثاني هيكون لمنتخب قطر، والمركز الثالث لأسود الترنجة، والمركز الرابع لمنتخب الإكوادور. نيجي بقى للمجموعة الثانية. المجموعة الثانية مجموعة قوية ولكن بره الملعب، في وجود انجلترا وويلز من المملكة المتحدة، ووجود أمريكا وإيران وخلافاتهم السياسية. نبدأ بالمنتخب الإنجليزي، منتخب الأسود الثلاثة بقيادة هاري كين، اللي هيواجه منتخب إيران في أولى مواجهات المجموعة بقيادة المدير الفني السابق لمنتخبنا كارلوس كيروش. أما عن المنتخب الأمريكي بقيادة بوليسيتش نجم تشيلسي، هيواجه منتخب ويلز بقيادة جاريث بيل، اللي هيكون آخر مونديال ليه مونديال قطر. توقعاتنا للمجموعة دي تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة، أما عن المركز الثاني فهيكون منتخب ويلز، والمركز الثالث هيكون منتخب إيران، والمركز الرابع هيكون للمنتخب الأمريكي. أما عن المجموعة الثالثة ففيها المنتخب الأرجنتيني، منتخب السعودية، ومنتخب المكسيك، ومنتخب بولندا. المنتخب الأرجنتيني منتخب التانجو بقيادة ليونيل ميسي البولجا، وصيف نسخة 2014، واللي بتمنى إنه يحصل على كأس العالم ده، وخصوصا إنه هيكون اخر كاس عالم ليه زي ما قلنا. هيواجهوا المنتخب السعودي في اولى مواجهات المجموعه بقياده هيرفي رينار المدرب المخضرم. المنتخب الثالث في المجموعه دي هو المنتخب المكسيكي بقياده الحارس اوتشوا، اللي مش بنشوفه بيتالق في اي حاجه غير في كاس العالم بس. هيلعبوا المنتخب البولندي بقياده روبرت ليفاندوفسكي، اللي قلنا هيكون اخر مونديال ليه مونديال قطر. توقعاتنا للمجموعه دي المركز الاول المنتخب الارجنتيني، والمركز الثاني منتخب المكسيك، والمركز الثالث منتخب بولندا، والمركز الرابع الاخضر السعودي. اما عن المجموعه الرابعه ففيها منتخب فرنسا، منتخب الدنمارك، ومنتخب تونس، ومنتخب استراليا. نبدا بالمنتخب الفرنسي، منتخب الديوك بقياده عمي وعم عيالي كريم بنزيما، احسن لاعب السنه دي، والمنتخب الفرنسي وحامل لقب النسخه الماضيه هيواجه منتخب الاسترالي. الكنغر الاسترالي هيكون هو ضيف شرف المجموعه دي من وجهه نظري. المنتخب الثالث في المجموعه دي هو منتخب نسور قرطاج، المنتخب التونسي بقياده وهب الخزري لاعب مونبلييه. اولى مواجهاتهم هتكون ضد المنتخب الدنماركي بقياده كريستين إريكسن، ولما تقول كريستين إريكسن لازم تفتكر الحادثه الاخيره في اليورو الاخير لما قلبه توقف ووقف قلوب الملايين معاه. توقعاتنا للمجموعه دي المركز الاول المنتخب الدنماركي، والمركز الثاني المنتخب الفرنسي، والمركز الثالث المنتخب التونسي، والمركز الرابع الكنغر الاسترالي. نيجي بقى للمجموعه الخامسه اللي بتضم اسبانيا، المانيا،
اليابان وكوستاريكا. الماتادور الاسباني اللي بيضم مجموعه من الشباب اهمهم الموهبه بدري بقياده المدير الفني لويس انريكي. المواجهه الاولى هتكون مع منتخب كوستاريكا الحصان الاسود لكاس العالم 2014 واللي هيكون صعب عليه انه يكرر المفاجاه المونديال ده. اللقاء الثاني هيكون بين الماكينات الالمانيه بقياده ملك الاجل توماس مولر واصغر لاعب في البطوله يوسوفو موكوكو في مواجهه الساموراي الياباني بقياده المقاتل مينامينو. توقعاتنا للمجموعه دي المركز الاول ماتادور الاسباني، والمركز الثاني الماكينات الالمانيه، والمركز الثالث منتخب كوستاريكا، والمركز الرابع الساموراي الياباني. نيجي بقى للمجموعه السادسه اللي بتضم بلجيكا، كندا، المغرب. بلجيكا المنتخب المليء بالنجوم وطبعا من المرشحين للبطوله دي، وخصوصا حصولهم على المركز الثالث البطوله اللي فاتت وتقديمهم اداء قوي يرشحهم للبطوله دي. هيكونوا في نزهه في اول لقاء ليهم اللي هيواجهوا فيه المنتخب الكندي اللي بيشارك لاول مره في البطوله بقياده الجناح الطائر الفونسو ديفيد. نيجي بعد كده لحبايبنا اسود الاطلس بقياده اشرف حكيمي وياسين بونو اللي بنحط عليهم امال كبيره المونديال ده وكل مونديال. هيكونوا في مواجهه صعبه ضد وصيف النسخه اللي فاتت منتخب كرواتيا بقياده الامير لوكا مودريتش. توقعاتنا للمجموعه دي المركز الاول هيكون منتخب بلجيكا، والمركز الثاني المنتخب المغربي، والمركز الثالث منتخب كرواتيا، اما المركز الرابع فهيكون من نصيب منتخب كندا. نيجي بقى للمجموعه السبعه اللي بتضم البرازيل، صربيا، سويسرا، والكاميرون. منتخب السامبا اكثر منتخب بتوج بالبطوله 5 مرات بقياده القائد داني الفيس وبقياده نيمار جونيور وفينيسيوس جونيور. اول مباراه هيواجهوا المنتخب الصربي بقياده ميتروفيتش وفلاوفيتش لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. وسويسرا بقياده جرانيت شاكا لاعب الجنرز هيواجهوا منتخب الاسود الكاميرون، اللي اعتقد ان منتخب الاسود مش هيعملوا حاجه المونديال ده، بس خلينا نشوف هتعملوا ايه يا عمتو. ترتيب المجموعه هيكون في الصداره منتخب البرازيل، والمركز الثاني منتخب سويسرا، اما المركز الثالث هيكون منتخب الكاميرون، والمركز الرابع هيكون منتخب صربيا. نيجي بقى لمجموعه الموت. المجموعه الثامنه بتضم البرتغال، غانا، اوروجواي، كوريا. نيجي بقى للمنتخب البرتغالي بقياده الدون كريستيانو رونالدو اللي بيتمنى يختتم مسيرته ببطوله كاس العالم، واللي انا كمان بتمنى ان هو يختتم مسيرته ببطوله كاس العالم. هيفتتحوا مواجهاتهم بلقاء صعب ضد منتخب البلاك ستارز منتخب غانا بقياده لاعب الجانرز توماس بارتي. لحسن الحظ هيكون معاهم في المجموعه دي منتخب الاوروجواي السيليستي بقياده البوستيليرو لويس سواريز وكافاني اللي هيكون اخر مونديال ليهم مونديال قطر. هيلعبوا ماتش صعب ضد منتخب كوريا الجنوبيه بقياده سون لاعب الاسبيرز اللي مستحيل تلاقي حد بيكرهه. وما دام السيليستي والبلاك ستارز في مجموعه واحده، ده بيرجع بينا لذكريات 2010 وضربه الجزاء اللي ضيعها اسامو جيان بسبب سواريز ولمسه اليد في الدقائق الاخيره في موقف ضيع علينا الحلم الافريقي. توقعاتنا للمجموعه دي هيتصدر المجموعه المنتخب البرتغالي، اما في المركز الثاني هيكون منتخب غانا، والمركز الثالث منتخب اوروجواي، والمركز الرابع منتخب كوريا الجنوبيه. دي كانت اولى حلقاتنا من برنامج لعيب. ما تنسوش الفولو واللايك والشير على صفحه الفيسبوك، واشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك على اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد. سلام يا لعيب.